في حياتنا اليومية بنعدي بمواقف كتير، مواقف محتاجة مننا كلمة، خطوة، قرار، وفي كل مرة بنقف وبنترد. ساعات تلاقي نفسك قدام فرصة عمرك أو موقف لازم تدافع فيه عن نفسك، أو حتى عايز تقول رأيك، بس برضه بتلاقي الصمت مسكك، الخوف ماسك لجامك. ليه ده بيحصل؟ السبب بسيط جدا، معظم الناس مش فاهمة يعني ايه جراءة بجد. الجراءة مش تهور يوقعك مشكلة، مش وقاحة تجرح بيها حد تاني. الجراءة خليط بين الثقة والحكمة، انك تقول اللي لازم يتقال وانك تعمل اللي لازم يتعمل في الوقت الصح وبالطريقة الصح. طب نوصل لده ازاي نكون عندنا جراءة من غير ما نبقى متهورين؟ اول حاجة ابدأ من جوه. كل تصرف من بره ده انعكاس للي جواك. لو مليان خوف، لو شايف نفسك قليل، عمرك ما هتواجه بثقة. غير كلامك مع نفسك، بطل تقول مش هقدر، انا هفشل، طب الناس هتقول ايه. استبدل الكلمات دي بأنا قادر، انا عندي كفاءة ان انا اقدر اعمل ده، انا استحق الاحسن من ده. وخليك فاكر، اول واحد لازم يصدقك هو انت. ابدأ بخطوات صغيرة. الجراءة زي العضلة، بتكبر بالتدريب. مستني تقف قدام مئات الناس وتخطب فيهم من اول مرة؟ طبعا لا. ابدأ برأي صغير بين صحابك، اسأل سؤال في اجتماع، قول فكرة قدام 3 أو 4. كل مرة هتكتشف ان الخوف اللي في دماغك ده مش موجود في الحقيقة. اتصالح مع فكرة الرفض والفشل. ناس كتير بتخاف من فكرة الرفض كأنه وصمة عار، مع ان كل ناجح في الدنيا اترفض عشرات المرات قبل ما يوصل. الرفض مش بينقص منك، الرفض بيشكلك، بيعلمك وبيقويك. كل مرة بتترفض فيها بترجع اقوى بكتير من قبلها. وسع منطقة راحتك. الناس بتحب تعيش جوه الكونفورت زون، جوه دايرة الامان، لكن الجراءة يعني خطوة صغيرة بعيد عن الدايرة دي. اتكلم مع شخص غريب، روح مكان جديد، جرب نشاط عمرك ما عملته. الخطوات الصغيرة دي هي اللي هتكسر حاجز الخوف وتفتح لك أبواب عمرك ما كنت شايفها. وخليك فاكر دايما، الشجاعة مش حاجة بتتولد بيها، الشجاعة عبارة عن قرار إنك تتحرك لقدام حتى وإنت سامع صوت الخوف بينده عليك عشان ترجع. المعركة مش مع ناس، خلي بالك، المعركة مش مع ناس ولا مع الظروف. المعركة الحقيقية هو الصوت اللي جواك، ولما تغلبه هتعرف إن باقي المعارك أهون بكتير باللي إنت كنت فاكره.